الطرح اللي الناس كلها مستنياه ينزل هينزل يوم الحد الجاي 16/11/2025. نازل 25,012 وحدة من ضمن 400,000 وحدة نازلة من الحكومة أو نازلة من وزارة الإسكان. يعني أنا كاتب كل حاجة أهو عشان ما انساش حاجة. 400,000 وحدة أعلنت عنهم قبل كده، وقال إنها هتنزل على منصة مصر العقارية. وما تسألونيش أنت متسربع عليه، أنا متحمس بزيادة. ركزوا بقى معايا. الوزارة قالت إن التفاصيل كلها هيتم طرحها على منصة مصر العقارية، وكل التفاصيل وكراسات الشروط الخاصة بالوحدات والتسجيل لإنشاء حساب شخصي هتكون متاحة من بكرة يوم الأربعاء. الموقع هسيبه لكم في الكومنتات اللي هو بتاع منصة مصر العقارية. الوحدات دي تقسيمتها عاملة ازاي؟ ركزوا معايا. في 2986 وحدة في مشاريع جنة وسكن مصر، و10000 لا و106,000 لا كم 10604 انا قريتها غلط. 10614 وحده سكنيه في مشروع ديارنا. 9412 وحده نازله في مشروع ظلال، عشان كنتوا بتسالوني كتير على مشروع ظلال. و2000 وحده سكنيه بحاجه اسمها الاسكان المتنوع في مدينه الاسماعيليه الجديده. هتقدر تسدد المبالغ المطلوبه من طرق دفع كتير جدا، يا اما فيزا يا اما ماستر كارد يا اما ميزه لو عندك ميزه، او من الانترنت البنكي انك تحول من حسابك للحساب اللي هم هيكونوا حاطينه. وكمان تقدر تدفع من خلال مكاتب البريد. خلي بالكم بقى من حاجه، عايزين تعرفوا اكتر بقى عن منصه مصر العقاريه، محتاجين معلش نعمل شويه مجهود كده وتشوفوا الحلقه اللي احنا عملناها مع استاذ احمد البطراوي مؤسس منصه مصر العقاريه، واتكلمنا فيها بالتفصيل عن منصه مصر العقاريه، وهسيب لكم اللينك بتاعها في الكومنتات. الحلقه نازله كامله على اليوتيوب. الطرح موجود نازل خلاص، او التسجيل ممكن نبتدي من بكره، والطرح نازل من يوم الاحد الجاي. واول ما تنزل كراسات الشروط هنتكلم عنها بالتفصيل. سلام عليكم.